الفترة دي كانت مصر في مرحلة اضطراب، وكان شيشانق اللي هو كان بيحكم مصر من ليبيا ما كانش مصري. بعديه على طول جه ملك طرهاق السوداني. بعديه على طول كانت مصر تحكم من 3 مدن. خلي بالكم بقى من ده. مصر كان بتحكم آنذاك من 3 مدن: السودان، الحبشة. سودان، حبشة اللي هي اثيوبيا، ومن ليبيا طرهاق السوداني، وعندك شيشانق الليبي. دي كانت 3 مدن بتحكم من مصر. بعض المفسرين وبعض الشراح بالنسبة لأشعياء 19 بيقول أنه قامت مملكة على مملكة، وقامت مدينة على مدينة، ويقوم الأخ ضد أخاه. فين المملكة اللي قامت ضد مملكة؟ وفين المدينة اللي قامت ضد مدينة؟ ظهر في الغرب كتب لبعض الشراح والمفسرين مسكوا هذه النقطة اللي هي نبوة عن مصر، وقالوا ايه؟ قالوا ان هذا السفر بيحتوي على البركة وبيحتوي على القضاء. البركة سوف تتم في المستقبل، والقضاء بالفعل قد تم. يبقى إذن سفر أشعياء بيحتوي على البركة والقضاء. القضاء قد تم بالفعل، أما البركة سوف تتم في المستقبل. إمتى؟ إمتى سوف تتم البركة في أرض مصر؟ إمتى؟ في الحالات اللي هقولها ديت. هيتجمع 5 مدن داخل مصر يتحدثون بلغة كنعان. ده اللي هيتم في المستقبل، لسه ما تمش. البلد دي هتكون مقسمة إلى 3 أجزاء. هيكون هناك سكة، أقصد مصر، سكة من مصر إلى أشور، وبالفعل في سكة من مصر لإسرائيل موجودة. يبقى إذن اللي سوف هيتم وجوده إن تكون هناك سكة من مصر إلى أشور، وبالفعل في سكة من مصر إلى إسرائيل. ويأتي الآشوريين إلى أرض مصر، هيعبد المصريين مع الآشوريين إسرائيل، ويكون لمصر ثلثي إسرائيل. وبعد كده هيكون في مدن تتكلم بلغة كنعان. لما تحصل البركة ديت، لما هيحصل ده في المستقبل، إيه اللي هتتم نبوءة أشعياء اللي هو الإصحاح 19 بداية من الآية 2. إذن سفر أشعياء هناك بركة وهناك قضاء. القضاء قد تم بالفعل في الماضي، أما البركة فسوف تتم في المستقبل. ده مستقبل احنا ما نعرفش عنه حاجة، لكن لما يتم اللي أنا قلت عليه دوت هتتم نبوءة أشعياء 19. لذلك حزقيال 30:13 في هذا السفر بيأكد تماما إن ما ذكر في سفر أشعياء. إيه اللي حصل؟ أبطل الأوثان من أرض مصر، ولا يكون رئيس لمصر بعد ذلك. يعني من 525 قاف ميم من أيام قمبيز ومصر كانت محتلة، لأنها احتلت مصر لمدة 2500 سنة. هذا الاحتلال من ذاك الوقت لم يكن رئيس لمصر من أرض مصر، فتتحقق نبوة حزقيال نبي الله في الإصحاح 30 الآية 13: وبعد ذلك لا يكون رئيس من مصر. وهذه الإصحاحات وهذه النبوات موجودة في 4 إصحاحات بداية من 30 حزقيال 30. 4 إصحاحات بتوضح أن ليس يكون هناك رئيس من داخل مصر. سرد في دقة متناهية في أحداث الكتاب المقدس وبين تاريخ
الفرعوني والتاريخ، خصوصا تاريخ مصر القديم. يبقى إذن هذا الملك شيشق اللي هو الحاكم الليبي اللي صعد على أورشليم هو الحاكم الشيشانق الأول من الأسرة 22. هات لي شكل تاني اللوحة. أيوة، بص حضراتكم اللي على اليمين وعلى الشمال. اللي على اليمين وعلى الشمال دول اللي هم الأسماء الهيروغليفية. الأسماء الهيروغليفية دول 42 منهم اللي هم الحكام اللي كانوا على ملوك يهوذا، لأن هو حاصر 156 مدن من مدينة يهوذا، فكتب أسمائهم من أعلى إلى أسفل باللغة الهيروغليفية. وهؤلاء الحكام في العالم الآخر عندما يتم قيامتهم من الموتى اللي هيتم محاسبتهم عن طريق مين؟ فهيقفوا أمام الأرباب وأمام الآلهة، وهيخشوا المحاكمة اللي هي Judgment of Egypt، أحسن لوحة وأشهر لوحة في تاريخ مصر اللي هي موجودة في المتحف البريطاني. المتحف البريطاني اللي هو في إنجلترا في لوحة اللي هي مرت طولها، اسمعوا بقى، اسمعوا الطول، 156 متر. لوحة من البردي، العالم كله يجتمع داخل المتحف البريطاني. أي حد يخش المتحف البريطاني لازم يتفرج على هذه البردية، اسمها بردية متري، طولها 156 متر، بتشرح محاكمة المتوفي في العالم الآخر. ومحاكمة المتوفي في العالم الآخر لازم يحاكموا إله، هم أمنوا بإله آخر. الإله دوت هو لما المتوفي تقول له التعاويذ عشان تحميه في العالم الآخر، بناء على أعماله هيتم دخوله إلى عالم المثل أو العالم الأحسن من جهنم، بيقال عليه العالم الآخر في علم المصريات. بناء عليه هيلاقي مين بقى قاعد؟ هيلاقي أوزوريس، هيلاقي إيزيس ونفتيس وراه بناته، وهيلاقي زهرة اللوتس بتقابله بالابتسام والحب، وهياخدوا من ايده، هياخدوا حورس من ايده عشان يفتح له العالم الآخر اللي هو الفردوس بالكي اوف عنخ. كي اوف عنخ اللي هو عنخ مفتاح الحياة. ده الشكل اللي هو موجود في الساوثرن وول في الحائط الجنوبي من أحسن معابد الموجودة في العالم، وهو معبد الكرنك. هات لي اللوحة اللي بعديها. ده البحيرة المقدسة واتكلمنا عنها. البحيرة المقدسة ديت ليها قصة جميلة في التاريخ المصري. ليه بنطلق عليها البحيرة المقدسة؟ الأساطير المصرية أو علم الميثولوجي مليان أساطير. الإنسان اللي هو الخاطئ، خلي بالكم اللي أنا بتكلم فيه ده اسمه ديانة مصرية قديمة أو مقارنة أديان، ده بيدرس في الخارج. الإنسان الخاطئ اللي هو ذات أعمال سيئة في حياته، البحيرة المقدسة دي لازم ينزل فيها. لما ينزل فيها ويعوم فيها بيتطهر، بيحصل له عملية بيوريفيكيشن، تطهير. فلما بيخرج من البحيرة المقدسة بيخش مين؟ بيخش المعبد الكرنك. لما يخش المعبد الكرنك هيقابل مين؟ هيقابل آمون اللي هو الإله الذي كان يعبد آنذاك. وآمون دوت اللي قال عنه إخناتون الإله الخفي، اللي هو بيحرك قرص الشمس السان ديسك في عملية السان رايز وعملية السان سيت، في عملية شروق الشمس وعملية غروب الشمس. فلما هذا المتوفي أو هذا الخاطي حتى لما في حالة وفاته برضه بيرموه في البحيرة المقدسة، فبيحصل له عملية تطهير.
وبعد ذلك في العالم الآخر لما يصحى من الموت هيخش يقابل آمون رع، وبعد كده يتكلم معاه. فإذا الأميوليتس التعويذ بتحميه، بتعمل له عملية بروتكشن أو شوتسه باللغة الألمانية، بروتكسيون باللغة الأسبانية، وده اللي قالوا عليه الأسبان. وقالوا عليه الأسبان أقف عند النقطة ديت، الثقافة في أسبانيا وآمون رع، مش هتتخيلوا اللي أنا هقوله دوت. في أسبانيا، في جرانادا، أندلسية، لما كانوا العرب قعدوا هناك 8 قرون فحصل فيه تأثير في الثقافة الأسبانية. الأسبان إلى الآن في جرانادا وقرطبة والهامبرا اللي هي الحمراء باللغة العربية، الناس دي بتؤمن لحد الآن أن آمون رع هو إله. والناس ديت كانت الجروبات دي بتروح مصر خصوصا في فصل الصيف، لأن السياحة الأسبانية فصل الصيف، تروح مصر وبيقدموا القرابين داخل كيوبس اللي هو خوفو مع الكاندلز مع الشمع، وبيقدموا صلوات ويلبسوا الجلاليب البيضة داخل الهرمة الكبيرة اللي هي كيوبس تحت طبعا معرفة الحكومة المصرية، ويخش جوه ويقدموا الصلوات لآمون رع إلى الآن. اللي أنا بقوله ده إلى الآن، ويدرس في دراسة مقارنة الأديان. الناس دي مسالمة جدا، الناس دي عايشين في أسبانيا زي بالظبط طوائف الأميش في أمريكا، ليهم طقوسهم وليهم عاداتهم وليهم تقاليدهم وليهم، بيعتبروا ان دي حضاره. ممنوع الكهرباء في حياتهم، بيرتدوا ملابس بسيطه، ما بيستخدموش موبايلات، ما بيستخدموش سيارات. الاميش، طائفه الاميش في امريكا هي بيطلق عليها باللغه الاسبانيه لوس سكليبتوس، اللي هم اللي بيؤمنوا بالاله امون ان هو اله لحد دلوقتي، إيمان غير عادي. ويدرس في جامعة برشلونة في أسبانيا في مقارنة الأديان اللي أنا بقوله دوت، اللي هو الديانة المصرية القديمة، ويربطوه في ربط مع تاريخ الكتاب المقدس وما ذكر في الكتاب المقدس. جمال الكتاب المقدس، الناس دي لما بتقرا والناس دي لما بتعرف وتربط مع بعض، لأن أصلا بيشغل عقله، بيشغل المنطق عنده. ولما بيتقال له ان هذا الذي ذكر في الاسفار التاريخيه له علاقه وطيده وقويه في الاثار المصريه، بيقف بعين الدهشه، بيقف مش قادر يتخيل ومش قادر يتوقع ان الكتاب المقدس ذكر احاديث متسلسله وسرد في غاية الدقة وفي غاية الصراحة عما حدث في الماضي وبين أنبياء خصوصا العهد القديم. لذلك بيسمى هذا العلم علم البايبولوجي، علم الكتاب المقدس، ويعتبر جزء كبير من علم الإيجيبتولوجي، علم المصريات أو إيجيبتولوجية باللغة الأسبانية أو إيجيبتولوجي باللغة الإنجليزية. ده علم بيدرس في الخارج وعندهم شغف، وخصوصا لما تتعمق أكتر في دراسة الكتاب المقدس. لازم يدرس كتاب مقدس، لازم. آثار مصرية في اكتشافاتها كل يوم عملوا إيه؟ ربطوا بينها وبين الكتاب المقدس. حزقيا وهذا النبي الذي ذكر في الكتاب المقدس من سنة 998 إلى 927 قبل الميلاد،